كان نفسك الاب يكون حاضر يحيى؟ بص، انا بعد ابويا الله يرحمه كل حاجه حلوه ناقصها حته يعني. ودي سنه الحياه. انا مش يعني مش ما انا ما بحبش دايما اقول انا الحاجات وانا ما مم. بحبش اكبر الدنيا. انا مش كل الناس، اي حد فقد ابوه او امه بيحس بمشاعري. مم. انا ما عنديش حته زياده عن البشر. مم. لا طبعا انا فقدان ابويا ما ببقى محتاجه. ناجح ببقى محتاجه، متضايق عايز اتكلم معاه. ساعة ولادة يحيى فعلا انا كنت واقف في المستشفى ببص حواليا كده، هو فين؟ مم. هو ساعة جوازي يعني برضو انا داخل بدور عليه في وسط الناس برضو. لا بتبقى محتاجها غصب عنك. هو عنده واخد انت منه، هو عنده ملكة حفظ الافلام برضو؟ ابويا كان رجل يجهل القراءة والكتابة، امم. وده شيء لا يعيبه يعني. اكيد طبعا. بس ابويا كان عنده ذكاء الفطرة. امم. ابويا مثال حي ونموذج للبني ادم العصامي اللي بنى نفسه بنفسه. بدأها من عامل صغنن كده بيكنس شعر في الكوافيرات امم. ويحوش ويشتغل الى ان اصبح راجل اللي عنده محل كشري كبير في وسط البلد، بسم الله. وبقى الحاج علي امم. وهو بنى نفسه بنفسه يعني، فاهم؟ فابويا كان متعته الفرجة على الافلام، امم. وكان متعته انه ايام الفيديو بقى زمان يسجل الافلام من التلفزيون و... وي... ويحتفظ بيها في المكتبه. فكان عندنا مكتبه افلام عظيمه. امم. فابويا كان يشغل الفيلم والاقيه بيسمع المشهد وهو بيتفرج من كتر ما هو حافظ الافلام. امم. فانا طالع له فجاه لقيت نفسي بحفظ الافلام زيه، فجاه لقيت نفسي بحب الافلام زيه. امم. بس انا خدت بقى الموضوع بتطور بقى، بقيت امثل الافلام تعمل الادوار. فاخرب الدنيا. في يعني الشقة. يعني عورت اخويا مره. يا نهار ابيض. قلدت عادل امام في المشبوه، خدت الشفره بتاعت الكالو. لما ضرب لما كنت وانا بس انا جبت له 3 غرز. يا الله، ده انت اه واخد الدور كلت علقه لابس الشخصية. بالمنفضه البيج بتاعت زمان دي، امي كلتني علقه لا انساها. كان عندي 6 سنين وطلعت فوق سقف عربيه جارنا وقلدت عادل امام في اللعبه مع الكبار، دغدغت له السقف. يا نهار ابيض. كنت عبيط باين، ما تفهمش فيه ايه ما. الحمد لله ما يعني شفتش يمكن انا ما كنتش مثلت على كبر كنت هبقى مجنون، ما تفهم. بس هو ربنا كرم يعني. لكن رغم حبه للفن جدا، وانت بتقول بياخد الافلام ويحفظها ويتابع هو مش كان، بيحب هو كان بيتفرج يعني. الفرجه والحفظ ده بس ما كانت كانش مع ان انت تبقى ممثل. خالص. ضد كان الفكرة. رفضه تماما. حتى لما قلت له اخش اداب مصر قال لي يا ابني روح خد شهاده وابقى امم. العب براحتك. هو مش مؤمن اصلا ان فكره ليسانس اداب مسرح دي شهاده اصلا. اصلا. اه. انا اخش يا ابني الجرس اخوك كده نشوف لك شغلانه في بنك ولا تيجي تمسك المحل ولا امم. بقى عامل معاك شهاده ايه اداب مسرح دي. امم. يعني كان الكلام معمول كده يعني. بس امي بقى الله يبارك لها هي قالت له سيبه براحته، امم. سيبه براحته. غير وجهة نظره بعد كده. الحمد لله. يعني الاول هو كان دايما مشفق عليا. امم. كان دايما يقول اللي اكتشفته، كان بيقول لاخواتي من ورايا خدوا بالكم محمد ده ملوش مستقبل يا حبيبي، ده اه. ملوش مستقبل حرفيا. اه. هو شايفني ضيعت نفسي مع الوقت، وانه فجأة يقابل الناس في الشارع مثلا فيعرفوا ان انا ابنه، امم. ولا اصحابه اللي عارفين ان انا بدأت امثل محمد ده عامل كذا ده. الكلام ده بدأ يشوف الموضوع بشكل تاني بقى. بشكل تاني. اه. ف... فبدأ يبقى هو داعم كبير جدا. يعني امم. قبل ما يموت ب5 6 سنين، لا ابويا كان الموضوع تحول 180 درجة. انت خريج دفعة شهيرة وناجحة جدا من مركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال. لما بتفتكر او بتسمع حتى كلمة قهوة سادة، اول ذكرى بتيجي في بالك ايه؟ احلى ايام امم. يعني. وسادة دي احلى ايام. وعلى فكرة احنا على تواصل كلنا مع بعض يعني. امم. آه وعلى تواصل مع استاذ خالد. استاذ خالد ده ابويا يعني، مش مجرد استاذ. امم. يعني استاذ خالد كان لسه بيحضر افتتاح مسرحيتي الاخيره بتاعت في يوم وليله. امم. جالي يوم الافتتاح وخالد جلال قلما لما يعمل كده، امم. بس عشان محمد علي رزق من ولاده. وهو فعلا بالنسبه لي مش مجرد استاذ، هو اب يعني. انا فاكر كويس يعني. انا لما ابويا الله يرحمه توفى، امم. لما بحب اي حاجه احكيها لابويا وما بعرفش بروح لاستاذ خالد. لحد يعني دلوقتي. انا فاكر يعني لما نورين كانت حامل، امم. آه حسيت ان انا محتاج اقول لبابا.
بروح لبابا المقابر اتكلم معاه واقول له على كل جديد. بس برضو عارف انت محتاج تحس انت بمشاعر الاب، بلاقيها عند استاذ خالد. يعني انا فاكر بس لما خدت نورين ورحت له عشان اقول له نورين حامل، هو عيط. لما يحيى جه بالسلامه وخدت يحيى ورحت له، بقى شايله وبيقول له انا جده. يعني فاهم العلاقه مش علاقه استاذ جميل قوي. وتلميذ، ده هو ابويا يعني.